رجعنا لكم مشاهدينا ومع فقرتنا الثالثة والأخيرة في بيت العيلة، واللي هنتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات المهمة اللي يمكن أولياء الأمور بيبقوا مركزين فيها قوي. دايما بنركز مع أولادنا في إنهم يبقوا مذاكرين ويبقوا حافظين، ووقت ما نسألهم يردوا ويجاوبوا زي ما الكتاب بيقول، اللي هي الإجابة النموذجية، وإنهم ما يكونش عندهم أي شكل من أشكال البطء في الإجابة، او انهم يحطوا التاتش بتاعهم زي ما احنا بنقول. لا، احنا عايزين اجابه زي الكتب ما بتقول. هل هو ده التعليم الصحيح؟ زمان كنا بنعمل وسائل ايضاحيه، بنعمل لوحات، بنجيب الفرخ الورق ده ونرسم عليه ونعمل خرايط، ونجيب الكلك ونشف زي ما احنا كنا بنعمل زمان. هل الوسائل بتاعت زمان من المفترض انها تكون موجوده دلوقتي بنفس شكلها؟ هل في تطوير حصل؟ هل الأساليب الإيضاحية دي بتساعد الطالب وبتنمي فكره؟ هل بتحببه في التعليم؟ هل بتخليه عنده قابلية أكتر وشغف ونهم بالمادة الدراسية؟ ولا زي ما بعض أولياء الأمور بيبقوا شايفين إنه لسه هنشتري فرخ ورق، لسه هنشتري ألوان، الكلام ده كله؟ خلينا ندخل في الموضوع ونعرف الوسائل دي بتعمل ايه. هنتكلم عن أساليب وأنظمة حديثة لتعليم الأطفال مع ضيوفي الكرام. الأستاذة الشيماء عبد الصمد، مدرس لغة فرنسية، أهلا بيكي. اهلا بيكي. الأستاذة هبة محمد السعيد، مدرس أول لغة فرنسية، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. خلوني بقى في البداية أقول لكم إيه المشاكل اللي بتواجهكم أنتوا كمدرسين. أعرف منك الأول. اول حاجه ممكن تواجهني ان انا الاقي ولد قدامي في الكلاس مش فاهم اللي انا بقوله. ببدا اعمل ايه بقى لو انا حسيت من وشه ان هو مش فاهم اللي انا بقوله؟ اول حاجه لازم افهمه بطرق كتير جدا. لو هو قال انا مش فاهم دي، طيب انت مش فاهمها، عايز تفهمها ازاي؟ عايز تفهمها ازاي؟ عايز تفهمها ازاي؟ مش هي كده. لا، ما هو اساسا مش عايز يحفظ. هو مش عايز يحفظ، مش عايزك تقولي له الكلمه وهو يقولها وراكي. ما بتفسريهاش بان هو مقفل مخه يعني؟ لا خالص خالص. هو مفيش طفل في الدنيا مقفل دماغه. انت ازاي عندك المفتاح لتفتحي بيه دماغ اللي قدامك ده؟ فانت الكلاس قدامك كله بتقدري تعرفي منه مين اللي باصص لك ومين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم من قبل ما يقولك. انا حبيت ان انا اخلي الموضوع يبقى فور فان شويه. عندي مثلا في اللغه الفرنسيه، فحبيت اخلي حتى لو كان ايفالويشن يكون عن طريق نشاط. تمام. فانت مثلا مش فاهم فيرب، تيجي تسالي الولد تقولي له اعمل لي جمله. هو حافظ فيرب اسمه مثلا فيرب اتر، اعمل لي جمله، مش عارف. انا حافظها كده، حافظ الفيرب جو سوي تو ي الين كده بس صم بس. طب حط لي بقى ده، طب طلعه من الجمله، مش عارف. طيب نعملها ازاي؟ عشان هو واخد الرصه كده زي ما هي. هو ممليينه كده. بعضها. تيجي تلاقيهم لحد جريد 7 مش عارفين يطلعوا فيرب من الجمله، مش عارفين يعملوا جمله سليمه. طيب احنا هنوظفها ازاي؟ هنعمل ايه طيب عشان طب ده بيخليكي تاخدي مجهود معاهم يعني؟ بالعكس، انا بحس ان انا كده، ما ببذلش مجهود خالص. هبه نفس النظام؟ طبعا، لان احنا حابين الفكره ان احنا هم حاسين انهم بيلعبوا. يعني الولاد متخيلين ان هم بيلعبوا وان هم كده بيضيعوا الحصه. يعني ان هم بيضيعوا الحصه في لعبه بالظبط. لكن هم في الحقيقه ان احنا بنديهم الكلام اللي احنا عايزين نوصله لهم بطريقه هم شايفينها ان هي ممتعه. زي ايه يعني؟ اشرحوا لي كده. احنا عامه بنستخدم حاجات بسيطه جدا. احنا جربنا فكره ان هم الولاد يعملوا لوح وكده، لقيناهم مش مستمتعين بيها. وفي النهايه بتبقى غالبا الام هي اللي بتتدبس في موضوع ان هي تعمل اللوحه وبتيجي جاهزه. فابتدينا نجيب حاجات بسيطه جدا، لوح عاديه جدا، ونستخدم العاب هم كلهم عارفينها. حاجه مثلا زي السلم والتعبان. دي كانت فكره مدام شيماء، ان احنا السلم والتعبان الناس كلها عارفاها. ابتدينا نعمل زهر بالكرتون، هم الولاد اللي بيعملوه في الكلاس. ونبتدي بقى نحط الكلمات الفرنسيه اللي احنا عايزينها، ويرموا بقى الزهر، واللي يجي الولد اللي يجي الزهر على كلمه معينه يبتدي يحل الجمله عليها، يبتدي يشوف هو محتاج ايه يعمله، يعني على حسب الدرس نفسه عن ايه. ايوه.
فبالتالي هم كمان بيتشجعوا، لان احنا من احد المشاكل اللي بتقابلنا جامد جدا ان الولد بيبقى خايف ينطق، يقول ايه لا انا هنطق غلط. خصوصا لو حد مثلا جاي في سنه جديد، يعني مش معانا من ابتدائي مثلا وطالع معانا، لا ممكن يكون محول من مدرسه تانية او جاي من حته تانية، فبالتالي بيجي خايف من الباقيين، يقول لا انا مش هعرف انطق. مم. يروح مشاور على الكلمه، هي الاجابه مثلا الاولى، طيب انطق الجمله او قول الكلمه دي ايه، لا يخاف ينطقها. مم. فما بتبقى لعبه بقى وكلهم مع بعض، او نعمل جروبس كده صغيره، كل جروب يبتدي يتنافسوا بقى ان هنشوف مين الجروب اللي هيكسب الاول. مم. فخلاص ابتدت العمليه حبوا تبقى الموضوع وحبوا بالظبط. المشاركه كمان. بالظبط، ما بقاش العمليه حفظ، لان كمان هم يعني دلوقتي اللود عليهم جامد جدا في مواد كتير جدا، ف يعني مش مستحملين كمان ان هم كلغه يحفظوها. بس معلش اسمحوا لي، انتوا كمدرسات ملتزمات بمنهج، التفكير بقى خارج الصندوق خارج المنهج ده بتجيبوه منين؟ بتعملوه ازاي؟ برضو بالمنهج. بالمنهج. بس انت بس عندك- اجتهاد شخصي برضه. ما هو انت عندك المنهج مم. اللي قايل لك مثلا يعني بيقول لك اديني الشهر ده لازم تخلصي لي فيرب كذا، ومثلا النفي مم. مثلا، يعني اعملي لي الاثنين دول ودرس من الحصه. طيب انت عايزه تعمليه له، تكتبي له على البورد اسئله وهو يحلها، ولا عايزه تعملي له كده؟ مم. ما هو انت اللي هتخلي الولد هيخلص المنهج وهيحفظ بالطريقه اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت مبسوط جدا، مش متضايق. وفعلا والله فعلا الولاد الطريقه دي بتخليهم الحصه مش عايزه تخلص، هم عايزين الحصه تكمل، لا عايزين تاني. فرحانين فين ده؟ مبسوطين. فين ما جبتيش ليه النهارده ده؟ مم. حتى لما لدرجه ان ما تورونا حاجه من ده، كده عايزه اعرف عملتوه ازاي. مثلا السلم والتعبان، الولاد عندي عملوه معايا، مم. وطبعا برضو احنا ساعدناهم. بنحط السلم والتعبان كده وفي ارقام. هل بقى يعني لا هو كده مش هيبان معانا في الكاميرا، ممكن تمسكوه انتوا الاثنين للكاميرا نلف كده. بتاعتكم ونشرح عليه، بس ما يعني ما نداريش وشنا. اوكي. بيبقى عندي ده كده، والولاد بحط لهم على البورد مثلا هنحل فيرب ات. مم. اوكي. وبحط هنا سبجكت سوجي، مم. كل السوجي اللي عندنا، حتى لو كان اسم او جو تو إيل ال. اوكي. وبنحطها هنا وهما بيرموا الظهر، وكل واحد بيرمي الظهر بيشوف هيطلع فين، بيشوف هيطلع له ايه. وهيحل ايه، ويبتدي يحل السؤال اللي موجود اوريدي في الكاس هنا. دي. احنا طبعا مش مم. محددين حاجه، لان انا ببدا احل عليها كل الدروس، حتى تمام. الايفالويشن. يعني مم. عندي مثلا 3 ايفالويشن في الشهر، بعمل 2 هنا مم. وتاني على الورق بس. لو كان comprehension. مم. فبنحط هنا الورق على حسب الدرس اللي انا هشرحه، اللي انا قصدي وده هعمل بالنسبه أسئلة. لهم حاسين انهم بيلعبوا مش انهم بيذاكروا خالص. بالظبط. ده بالعكس وفي بقى، نفس الوقت بيفهموا اسهل. وبالعكس هم كمان بيضطروا يحفظوا اللي انا هقول لهم هنعمل عليه المره الجايه. مم. فخلاص انا هعمل كده، لان انا لو جيت مش هلعب. مم. صحيح. واحيانا كتير بيبقى فيه يعني بنعملها بجوائز، فالفريق اللي هيكسب هيبقى ليه جايزه، مم. فبالتالي انهم كلهم بيتنافسوا بيتحمسوا أكتر بالظبط، كمان. بيتنافسوا كلهم علشان هم عايزين الفريق ياخد نقط زياده. مم. فالنقط لما تتجمع يبقى هو ده الفريق الفايز، مثلا هنقول في الاسبوع في الشهر على حسب يعني. وده الظهر بتاع وده بتاع الظهر بالظبط اللي احنا مم. عاملينه برضو. احنا يعني بنخلي الولاد هم اللي يعملوا الحاجات دي بحاجات بسيطه جدا، لان هي يعني اللوح دي موجوده، الكروت موجوده، كلها هم اللي بيعملوها بايديهم. صحيح. عندي مثلا هنا، يعني دي طفله اللي عاملاها، مش انا، عشان كده شكلها مم. شكل يعني مش رسمه بروفيشنال يعني. مم. دي مثلا النفي مم. على هيئه ساندويتش برجر. بتحطي هنا النو، وهنا الفيرب، وهنا البا. ده النيجاتيف بتاعنا، النوت بتاعتي. فهم خلاص عارفين الفيرب هيتحط فين، جوه جميل. الساندويتش، وهنقفل عليه. ونقفل يعني مثلا عليه. في عندنا درس برضو مدام هبه بتعمله بصينيه بطاطس مثلا. لا يعني هو معروف، احنا عندنا مثلا في المدرسه خلاص اي حد عدى عليه درس النيجاسيون ده هو عارف ان النيجاسيون ده الرمز بتاعه عندنا ساندويتش البرجر، مم. ان هو البرجر والحاجه الحشو اللي فيه والساندويتش العيش الباقي، فهو خلاص فهو درس خلاص في النيجاسيون ده خياله في بقى مخه
كل ما بقاش الكلاسز اللي يعطل عدى فيها عليها يعني. الدرس ده خلاص هم عارفين النيجاسيون ده ساندويتش البرجر. مم. فبالتالي في الامتحان لما بيجي يفتكر هو عايز يحط النيجاسيون دي فين، بيفتكر شكل اللي احنا عملناه اللي رسمناه على البورد، فخلاص هو بيطلعه بسهوله جدا. جميل. وهكذا بقى كل حاجه بنخترع لها كده شكل، بحيث ان هو في الامتحان لما يجي يطبق الكلام ده بقى في الورقه مم. يفتكر الشرح اللي احنا كنا شارحينه. هو مش محتاج يذاكر خلاص في البيت، مم. هو بيفتكر الشرح اللي احنا عملناه في الكلاس. هل اطلعتوا على تجارب دولية، تجارب غربية مختلفة، عشان كده بتقدروا تتعاملوا بهذا الأسلوب؟ اقول لحضرتك بصراحه، مم. انا فعلا كل اللي انا بعمله ده انا اتعمل فيا في المدرسه. فعلا. طريقه الجروبات في الكلاس مم. اتعملت معايا في المدرسه. مم. طريقه ان انا امثل باللغه الفرنسيه اتعملت معايا في المدرسه. مم. ان انا اسمع فيديوز واجيب الماريونات واحطها يعني حتى الاطفال لما باجي اعلمهم ازاي يقول جو فودغي علي او تواليت، جو فودغي بوار، جو فو مانجي، عايز اكل عايز اشرب، بعمل لهم بجيب لهم زي الاراجوز كده المسرح، وبجيب لهم الماريونات وبقعد اتكلم مع علشان الماريونات يحفظوا الحوار. وهم يقولوا ورايا ويتكلموا. بس ده لسن معين، المناهج بعد كده تبقى صعبة قوي، بتعملوا فيها ايه؟ لا ما هو يعني الدروس دي دروس كبار. دي دروس مثلا كبار؟ دي النيجاسيون دي مم. درس موجود في جريد 7 إعدادي. اولى اعدادي وتانية اعدادي. مم. هو عادي مبسوطين جدا. حتى لو الكبار مش هتقدري تعملي معاهم كده او هتلاقي الكلاس نفسه مش مساعدك على ده، بتعمليها معاهم في الاذاعه. يعني مم. بجيب الدرس نفسه، يعني مثلا كان عندي الدرس بتاع الجنسيات الناسيوناليتي، مم. جبت اغنيه فؤاد المهندس بتاعت اللي هي قلبي يا غاوي 5 قارات، مم. وجبتهم على ان فؤاد المهندس بيدور على بلد يروحها مش على واحده، مم. بيدور على بلد يروحها. فالولد نفسه اللي كان بطل الاذاعه دي كان ولد جاي من امريكا، ما يعرفش يتكلم غير انجلش، بس ما بيعرفش يتكلم حتى عربي. مم. الولد ده كان بطل للاول اذاعه ليا، وكان بيتكلم كويس جدا. حتى في الاخر قال لي انا عايزه اقول تحيا مصر بالفرنسي، مم. وقالها وعمل لي تحيا مصر كده بالفرنسي. وعايزه اقول لحضرتك ان في اخر السنه خالص وهو بيكتب الكومبوزيسيون اللي هي الكومبوزيشن اللي في اخر ال الامتحان، مدام هبه فوجئت ان الولد ده كاتب 10 سطور كلهم صح، مفيش ولا حرف غلط، لدرجه الموجه بقى عربي؟ هو فرنسي. فرنسي فرنسي. امتحان اخر السنه فرنسي. مم. كاتب 10 سطور من غير ولا غلطه، من غير حتى اكسون مش موجوده الولد ده، مع انه ما كانش بيتكلم اصلا عربي، هو انجلش بس. طيب دي صورة ايه اللي معانا على الشاشة؟ دي صوره الولد ده. ده الولد؟ دي هو ده الولد ده اللي بنتكلم محمد. عليه. ودي الاذاعه دي 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 بعد في بعد الاذاعه الاذاعه المدرسيه. دي بعد الاذاعه هم اتكرموا. الولد ده اتكرم، هو كان اكتر واحد بيجيب الفول مارك معايا. جميل. ما كان بيقعد قدام ودايما عايز اي حاجه اقولها يقول لي كلمته المشهوره انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجة. اقول له كفايه تقول لي الكلمه دي، بس هو فعلا قصده ان انا عايز عايز افهم افهم كل أكتر. حرف. ديتيلز كلها. صحيح. طيب الصورة دي ايه يا هبة اللي معانا؟ دي برضو هي دي نفس الاذاعه اللي احنا بنتكلم عليها. حضرتك لو بصيتي هتلاقي هم لابسين، هو لابس تي شيرت كان عليه علم مصر، والباقيين واحده كانت عامله دور يابانيه وواحده امريكيه، ودي جروب كله الاذاعه، وهم في الاخر خالص في اخر جزء فيها. الجروبات دي مهمة؟ يعني انتوا شايفين ان هي مفيدة؟ لو اتعممت تبقى احسن؟ اكيد يعني الولاد بيستفيدوا منها وبيتبسطوا بيها، وبتجيب نتيجه يعني بالتجربه كويسه جدا. بس ده بالنسبة للمدرسين اللي عايزين يشتغلوا ويجتهدوا ويتعبوا، غيركم عايز يقول الكلمتين اللي في الكتاب ويمشي. ما هو للاسف مش هيلاقي نتيجه، يعني او هيلاقي نتيجه وقتيه جدا، ان هي مجرد ما خلصنا ورقه الامتحان الكلمتين اتحطوا فيها وخلاص، مفيش بقى حاجه بعد كده. مم. فاحنا برضو عمليه الاذاعه دي فادتنا كتير جدا، ان الولاد حتى ابتدوا يتشجعوا ان هم يتكلموا مش بس قدام الكلاس، لا ده قدام المدرسه كلها، واحيانا قدام بيجي لنا مندوبين من الاداره التعليميه فبتبقى الاذاعه يعني قدام المدرسين والموجهين وكل حاجه، فبتبقى يعني احنا السنه اللي فاتت في الحفله المدرسيه عملنا. دول عندهم قد ايه؟ دول صغننين، دول اعتقد جريد 1 دول 1 او 2. جريد 1 السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ودي كانوا لارا جريد 1. البنت لارا دي
بطلة مسرحية السنة اللي فاتت لا بتيت في أوزاليمات بقعة الكبريت، مم. ودي حفظت دورها كامل 6 سن. مم. حفظتهم ومثلت وعيطت الناس كلها، الإدارة التعليمية كلها كانت موهوبة بتعيط. يعني. مم. لا وكمان بتتكلم بالفرنسية زينا، ما شاء الله. فما شاء الله عليها 6 سنين ونص ومثلت الدور كويس جدا، واخدنا عليها كاس في المدرسة برضو، احسن عرض مسرحي في الإدارة التعليمية. في الحفله السنويه. مهمة قوي الأنشطة دي، يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنهتم قوي بحصص المسرح والرسم وحتى التدبير المنزلي والحاجات دي كانت بالنسبة لنا الحاجة اللي بتخلينا نتنفس. صح. هل انتوا لما بتعملوا ده دلوقتي الولاد مقدرين ده؟ جدا. حابينه؟ جدا. وبيقولوا لنا احنا على فكرة ما حصلش كده قبل كده معانا في المدرسة قبل كده. مم. يعني انا بتبسط قوي بكلامهم ده. حاسين انا ان كتير انتوا قوي بتعملوا بدخل مجهود. عندهم الكلاس وبقول لهم انا بحبكم. يعني فعلا بخش بحس فعلا انا عايزه ادخل. مستنياهم. كل الكلاسات، وفي ناس كتير جدا بتشتكي من كلاسات انا موجوده معاها، بس انا ما بشتكيش منها. بحس فعلا ان انا داخله، انا داخله الحمد بس لله. هل الموضوع له علاقه بالصبر وطولة البال وانك تبقي هاديه وما تبقيش منفعله؟ في ناس ما بتبقاش قادره تسيطر على نفسها. طبعا الى حد كبير، يعني لازم الواحد بيبقى عامل كنترول شويه، لان الفصل فيه نوعيات مختلفه. بالضبط. يعني في ناس مثلا تبقى في الكلاس هايبر جدا جدا جدا، فمش عايزه حتى لو بنلعب هي مش عايزه تقعد، عايزه مثلا تقف تتنطط، فدي بنديها تاسكس معينه في الكلاس. يبقى مثلا هو ممكن اللي يقوم يمسك اللوحه، هو اللي يبتدي يرمي الزهر، يعني بنديله حاجه تشغله علشان يقدر ان هو يتجاوب معانا. ما يبقاش في ناس بتبقى نايمه خالص او خجوله جدا، فدي برضو الطبيعه لا بتبقى مختلفه طبعا. بالظبط طبعا. بالظبط. للاسف وقتنا انتهى معاكم سريعا. بشكركم وشرفتونا ونورتونا، ميرسي لحضرتك. وبقول لكم استمروا في اللي انتوا بتعملوه، لان ده مهم جدا، ونادرا ما بيكون في ناس زيكم حابين شغلهم وحابين ان هم ينتجوا وحابين انهم يحببوا غيرهم كمان في اللي هم بيعملوه. بشكركم وشرفتونا. ميرسي لحضرتك. كان معانا الأستاذة شيماء عبد الصمد مدرس لغة فرنسية، شرفتينا. ميرسي لحضرتك. وكان معانا الأستاذة هبة محمد السعيد مدرس أول لغة فرنسية، شرفتينا. وبشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. ساعة ونص كاملة على الهواء مباشرة. بكرة إن شاء الله هنكون معاكم وفريق عمل جديد وفقرات جديدة، وتصبحوا على خير.